بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده انا هتكلم على موضوع مهم جدا، وهو التعامل مع المطور العقاري او اي مطور عقاري بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه، اللي هو القطاع الخاص، يعني اي مطور عقاري خاص. طبعا ناس كتير بتلجأ للمطورين العقاريين في الاعلانات اللي بتنزل والدعايه اللي بيعملوها عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق الصفحات بتاعتهم او عن طريق ايا كان الوسيله اللي بيعلن بيها عن ال 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 الشقق اللي عنده او المشاريع اللي هو بيعملها. طبعا مفيش مشكله ان في مطورين عقاريين على مستوى عالي جدا في البلد وليهم اساميهم واساميهم معروفه جدا، فالواحد ما بيقدرش ان هو يعلق او يتكلم عن الناس ديت. انا بتكلم خليك حريص، خليك حريص في التعامل معاهم. يعني ايه؟ اي مطور عقاري بيعمل اي مشروع اسكان خاص بيه بيبقى ليه نظامه وليه المقدمه بتاعته، اقساطه، حسب طبعا المشروع اللي بيقوم بيه مكانه فين، تصاريحه، اوراقه الرسميه. طيب هل في مطور عقاري وهو بيتعامل مع اي مستفيد او اي عميل، هل مش بيبقى في عقود ما بينهم وبين بعضيهم؟ طيب مين اللي بيعمل العقود دي؟ يعني عقود المطور العقاري مين اللي بيقوم بتجهيزها او بتظبيطها او بتقنينها او بالتكيف القانوني بتاعها؟ مين؟ محامي. اكيد اي مطور عقاري بيبقى معاه محامي او مكتب محاماه بيتعامل مع العقود بتاعته وبيقول له على الشروط اللي هو عايزها او البنود بتاعته اللي هو محتاجها. طيب انت بقى كعميل بتتعامل مع المطور العقاري، هل انت بتهتم بالموضوع دوت؟ هل حضرتك بتقرا العقد كويس وتشوف ايه اللي مكتوب فيه؟ كل مطور عقاري بيعمل العقد او بيكيف العقد او يعني هقول ايه، بيظبط العقد على مقاسه، بيشوف هو عايز يعمل ايه ونظامه ماشي ازاي وبيحط البنود اللي هو عايزها. طب انت كعميل بقى، هل انت بتبص العقد من المنظور بتاعك انت؟ لا، هو كله بيبص، هو زي ما الشركه بتعوز انت بتعمل. طب انت كعميل فين؟ ما في بنود بتبقى محطوطه، انت لو بصيت العقد كويس بيحطوا بنود، انت لو جيت طالب بحقك مش هتلاقي اي حق ليك خالص. هو دايما بيدور على ايه؟ بيدور على حقوقه هو. الاقساط في مواعيدها، المقدمه كذا، مده التسليم قد كده. طب انت بقى بتبص لو هو اتاخر في التسليم انت ليك ايه؟ بيتحط دوت؟ بتبص في العقد بالكلام ده؟ لا، دايما بيحط اللي هو ليه هو. يعني انت لو اتاخرت في القسط هيعمل ويسوي معاك، لو المقدمه ما جاتش في ميعادها هيعمل ويسوي معاك، لو عملت اي اجراء غير قانوني بالنسبه له هو مش هيسكت عليك. طب تعالى العكس بقى، انت كعميل اتاخر عليك بتاخد حقك؟ بتضمن ده؟ بتبص العقد؟ مفيش. فنعمل ايه؟ تبقى حريص. يعني ايه حريص؟ زي ما هو بيلجأ لمحامي او لمكتب محاماه عشان يظبط له العقود ويظبطها له على مقاسه او على الشروط اللي هو عايزها عشان يبقى ضامن حقه كصاحب مشروع بيقدم لك وحدات مطور خاص بالشروط اللي هو عايزها، بالوضع اللي هو عايزه، بالنظام اللي هو عايزه. انت برضو لازم يكون معاك نفس القصة، شخص قانوني يبقى مع حضرتك وانت بتتعاقد عشان يشوف الاوراق، يتأكد من صحة المستندات، يشوف الشركة دي ليها مقر ولا لا، يشوف الشركة دي فعلا واخدة تصريح بالبنى في المنطقة دي ولا لا، الاوراق مظبوطة ولا لا، بنود العقد والحاجات اللي ما بين السطور وضعها ايه، هل دي في صالحك ولا مش في صالحك، هل هو الراجل عامل عقد يضمن حقه وحق العميل ولا هو بيدور على حقه بس. طب احنا عارفين ان في مشاكل كتير مع بعض المطورين العقاريين دون ذكر اسماء، وطبعا الكلام ده واضح على السوشيال ميديا، والاحتجاجات اللي معموله بسبب ان هم المفروض اتفقوا معاهم ودفعوا فلوس ودفعوا اقساط واتفاجئوا ان ولا في ارض ولا في بنى ولا في اي حاجه والمقر مش موجود اصلا والناس اختفت، وطبعا بيطالبوا بحقوقهم. مش عارفين، هترفع قضايا مدنيه بقى بالعقود اللي معاك، سواء بقى بالتعويض ولا بالشرط الجزائي اللي انت حاطه، ولا شوف انت طبعا العقد مكتوب فيه ايه، وهل انت كان معاك محامي ساعتها وشفت الوضع ولا ما شفتش، هل انت ركزت في الكلام المكتوب في العقد ولا ما ركزتش. طبعا دي اخطاء ناس كتير بتقع فيها بسبب ان انت ما بتهتمش بيبقى يكون معاك شخص قانوني يبقى فاهم في القصه دي عشان يضمن لك حقك. وده مش عيب لما تاخد معاك محامي تروح باي مكان هيتم فيه التعاقد على وحده سكنيه طالما انت بتتعامل مع شركه خاصه او مطور عقاري خاص. طبعا ده عكس الاسكان الاجتماعي، ووضع الاسكان الاجتماعي ان دي في بنود بتبقى نازله بتبقى على الكل، ملهاش بقى ان انت تاخد معاك محامي او ما تاخدش، هي بنود نازله صريحه، عاجبك قدم، مش عاجبك ما تقدمش. لكن المطور العقاري وضعه بيختلف، انت مش مجبر على الشروط اللي هو عايزها، لا بالعكس، انت ممكن تتفق معاه ويتعدل في العقد
طالما انت عايز تمشي بنظام غير النظام بتاعه، وهو لو وافق عليه امين للمطور العقاري هو مش مجبر، هو مش هيجبرك على شروطه، لكن الاسكان الاجتماعي انت مجبر. فمحدش يقارن الاسكان الاجتماعي بالمطور العقاري. المطور العقاري زي ما هو عايز بيديك الشقه بالسعر اللي هو عايزه، بالمقدمه اللي هو عايزها، بالاقساط اللي هو عايزها. ممكن يعلي وممكن ينزل، ممكن يرفع الفايده وممكن ما ينزل فايده، دي بتاعته. ممكن يديك الوحده بثمنها، ممكن يديك الوحده بضعف ثمنها، عكس الاسكان الاجتماعي تماما. فيا ريت عشان المشاكل اللي بتحصل مع المطورين العقاريين بدون ذكر اسماء، عشان برضو احنا ما بنحبش نذكر اسماء حد، بس في مشاكل موجوده مع مطورين عقاريين كتير مش قليلين. فانت كمواطن بتتعامل مع اي مطور عقاري او اي شركه تبع بتنشئ اي مشاريع اسكان، لازم تبقى حريص يكون معاك شخص قانوني محامي يشوف لك الدنيا ويظبط لك الورق، وتعرف اللي ليك واللي عليك، وتشوف انت داخل على موضوع فعلا تمام ولا مش تمام، والورق مظبوط ولا مش مظبوط. ده فيديو بس كده فيه كام نصيحه للموضوع ده، بسبب كثره المشاكل الفتره الاخيره، بسبب عدم التنفيذ بنود العقود، وان المطورين العقاريين ما بينفذوش كلامهم زي ما هو مكتوب وزي ما متفقين مع المستفيدين او العملاء. تحياتي ليكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، شير ولايك ومتابعه، عشان في بعض الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله فيها كلام مهم جدا متعلق بالموضوع دوت، سواء عن طريق الاسكان او عن طريق المشاكل الموجوده في طبعا موضوع الشقق والتقديمات والاعلانات والحاجات ديت. هعمل لكم كده برده فيديو او اتنين في كلام مهم جدا، عشان برده الناس تستفيد وتبقى عارفه هي بتعمل ايه، ولو عندك مشكله تتعامل معاها ازاي او تحلها قبل ما تقع المشكله معاك ان شاء الله. رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير في فيديوهات جديده. ما تنساش تعمل لي متابعه عشان يجيلك كل جديد. السلام عليكم.